السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات قلت أعمل لكم فيديو جديد كده هيعجبكم أوي إن شاء الله. جبت كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا كنت عاملة نص كوباية مية، حطيت عليها معلقة سكر وكيس خميرة اللي هو الخميرة الفورية اللي بتجيبيها من عند العطار. هو تقريبا الكيس ب2 جنيه أو بجنيه ونص حاجة كده. وهنعمل حاجة حلوة كده مع بعض ان شاء الله بإذن الله، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديدة ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة طبعا جبت حلة كده وهبتدي انخل الدقيق كده. ما عنديش منخل، بس عندي اللي هو المصفى الرفيعة قوي دي، ممكن بعمل فيها دقيق يعني لو في اي حاجة صغيرة بتطلعها لي، رزة مثلا اي حاجة. بس انتوا زي ما انتوا شايفين كده الدقيق يعني مش سايب، هو متغلف تمام. بعد كده زي ما انتوا شايفين طبعا الخميرة بتفور معايا. دي نص كوباية مية زي ما انتوا شايفين طالعة قوي لفوق كده. عايزة الحق بقى واخلص انخل الدقيق بسرعة علشان ما تدلقش مني. يعني حوالي كيلو كده. كيس الخميرة اللي هو كيس الخميرة الفورية بياخد حوالي كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين. وبجيب طبعا عندي الحلة الصاج. بحب استعمل الصاج اوي في سلق الفراخ واللحمة والحاجات اللي هي بتسلقي فيها. لكن يعني تعملي رز فيها او كده لا، ما بتتحرق مني بصراحة. ودلوقتي حطيت على الدقيق اللي هو كيلو الدقيق، حطيت عليه معلقة او نص معلقة كبيرة ملح. وهبتدي احط الخميرة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. حلوة قوي وهتبقى كويسة معايا. في الوقت اللي انا بعجن فيه بقى بشغل الفرن علشان يسخن معايا. بسخنه كده علشان يحاول يخلي العجينه تخمر معايا بسرعه، بدل ما اقضي الوقت كله على بال ما تخمر وتضيع وقت ومش عارف ايه وكده. لا، هي بتخمر معايا في حوالي 10 دقايق ربع ساعه جوه الفرن كده. بس خلي بالك برضو اقفلي الفرن علشان ما تنسيهاش وتبقي فاتحه الفرن وكده. لا، يعني شغلي الفرن 5 دقايق 10 دقايق واقفلي، تكون الفرن سخنت على بال ما تكوني خلصت عجين تدخليها. تاخد ربع ساعة معاكي بالظبط، يعني ان شاء الله بإذن الله تاخد معاكي ربع ساعة تكوني بتعملي حاجة تانية وكده. ده طبعا بعجن فيها وبزود مية، بس المية تكون دافية شوية يا جماعة. مش لازم يعني اللي يكون نازلة من الحنفية، لا انا عايزاها دافية. وببتدي اعجن والم العجين كده والم الدقيق واعجن. بزود مية برضو لما في الاخر بقى لما العجينة تطرى معايا وكده، باجي احط حبة زيت علشان على العجينة علشان ايدي تفك خالص، ميبقاش فيها ولا حتة دقيق. زي ما انتوا شايفين العجينة هي بتلم معايا اهو، زي ما انتوا شايفين كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة اهو، ولا بمضرب ولا باي حاجة خالص، ولا اي حاجة ولا عجان اهو. بايدينا كيلو صغير خالص على قدنا وبنعمله، وما شاء الله بيرمي معايا كذا رغيف. وانتوا طبعا هتشوفوا بنفسكم وتحكموا. العجينه اتلمت معايا حطيت حبه دقيق اهو، زي ما انتوا شايفين ايدي فكت اهو خالص، ما فيهاش اي حاجه اهو، حاجات بسيطه وبطلعها بايدي عادي. وهو زي ما انتوا شايفين دي كده العجينه. هبتدي اغطيها بقى بقماشه وغطا الحله واحطها في الفرن زي ما قلت لكم. الفرن يكون سخن شويه، واحطها فين في الفرن 10 دقايق ولا ربع ساعه. دلوقتي بعد ما خمرت طلعتها وعملتها كور. وهبتدي انا معايا المردنه اللي هي الخشب، بس تعبتني او بتتعب وبتعمل يعني مجهود جامد. فانتوا لو قدرتوا يعني هاتوا المردنه اللي هي ايه بتلف معاكي، اللي هي اللي نصها خشب ونصها ستانلس، دي بتلف معاكي وحلوه قوي، مش هتخليكي تعملي مجهود ومش هتحسي هي يعني الخشب وحشه قوي معايا. الستانلس دي جميله جدا وعمليه وحلوه قوي، هتعجبكم يعني. اللي مش عنده يا ريت يشتريها، لان طبعا العيش هياخد منك مجهود كتير وهياخد وقت طويل. وكمان لو عندك قلايه اللي هي التيفال، انا عندي قلايتين تيفال، واحده صغيره وواحده الكبيره قوي، بدي بعمل فيها العيش. لكن الوسط هي اللي بقلي فيها الزيت، بقلي فيها البطاطس، بعمل فيها الكبده، الحاجات اللي هي ايه اللي بتحتاج قلي كتير دي.
لكن الكبيرة ببقى بصراحة شايلاها على جنب كده، حطها للمخبوزات، العيش والحاجات دي. وزي ما انتوا شايفين اهو، بحاول اعمل دايرة، بحاول اعمل العيش دايرة مش بيعمل معايا، بس مش مشكلة. بس والله طعمه هيعجبكم قوي، وجربوه. هو بسيط جدا ومش مكلف، حلو جدا اهو. زي ما انتوا شايفين كده بحاول افرد بيها، مش مجهدة خالص، مش زي المردانة الخشب. ولما بفرد بقى بكون مشغله النار على العين البوتاجاز على اقل حاجه، اللي هي النار الواطيه دي، علشان يعني اقل نار علشان ما تحرقش العيش مني، لان هو ممكن يتحرق مني واسهى عنه واسيبه. بس زي ما انتوا شايفين، زي ما طلعت العيش كده واسهى عنه كده، لا لازم نوطي النار ونبتدي نعمل الرغيف التاني وكده، وهكذا بقى. حاطه الطاستين على النار، بحط بالاتنين بقى عشان ايه الوقت ينجز معايا وكده. وبخلص ان شاء الله. يعني ممكن الموضوع ده كله ياخد معاكي ساعة، ساعة ونص بكتير قوي، بس بتكوني خلصتي وعملتي حاجة حلوة. العيال طبعا والله من حلاوته بياكلوه كده لوحده، والله بجد. هو زي ما انتوا شايفين انا بفرد العجينة طبعا بعد ما بتكون خمرت، وبتحطيها في شوية زيت علشان ما تعملش وش وتنشف كده وتبقى وحشة منك، لا. اول لما تكوريها حطيها في حبة زبدة، حتى بحط كده على جنب حبة زيت على جنب كده، وبغرق العجينة فيها زي ما انتوا شايفين. مهم يعني حبة قليلين مش كتير، ما بتكتريش زيت، هو بس عشان ما يلزقش منك في الصينية، وفي نفس الوقت ما يعملش الوش اللي هو ايه بيضايقنا ده بقى، ويلزق في المردنة او حاجة. بس والطاسة طبعا تيفال ما بيلزقش فيها اهو. وفي الاخر طبعا هخلي بنتي تفرد لي رغيف كده، هخليهم يساعدونا بقى في المطبخ وكده. بناتنا حبايبنا، اولادنا، ربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب، ويبارك لنا فيهم يا رب، يجعلهم من الذريه الصالحه يا رب، ويحفظهم احنا وبنات المسلمين كلهم، اولاد المسلمين عامه يا رب، اللهم امين يا رب. زي ما انتوا شايفين اهو، بحط الزيت من فوق كده عشان ما يعملش وش ويبقى شكله مش لطيف خالص، ويلزق كمان معايا في المردنه. ده الزيت مش بيخليه يلزق ولا في المردنه ولا في الطاسه، ولا على الصينيه. زي ما انتوا شايفين بقلبه على الناحيه التانية، بيعمل زي فقاقيع كده. اول لما يبتدي يعمل كده خلاص بقلبه على الناحيه التانية بقى، بياخد وشين وبعد كده طلعه اهو. زي ما انتوا شايفين اهو. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويديمها نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب. وربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. طبعا عند اخر رغيفين او 3 كده بخلي ايه بنتي تساعدني برضو علشان تتعلم شوية، هي لسه صغيرة بس برضو لازم ايه تحس ان هي عملت حاجة يعني اهو. عند اخر رغيفين كده هخليها تعملهم هي ان شاء الله باذن الله. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، لو في اي كومنت او اي حاجه عايزين تقولوا لي اعملها، قولوا لي في الكومنتات وكده، وان شاء الله نعملها مع بعض. ما تنسوش بس تضغطوا لي اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي كلها الجديده ان شاء الله باذن الله. هعمل فيديوهات كلها هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. دي حته عجينه صغيره بقى، خليت بنتي ايه تشتغل فيها اهو يلا. ايوه كده، ايوه اهي بتعمل. وانتوا برضو خلوا عيالكم يساعدوكم معاكم في يساعدوا في المطبخ، هيحسوا ان هم ايه بقى ليهم قيمه كده، عملوا حاجه عملوا انجاز هي عملت رغيف صغنون على قدها، هي اللي هتاكله. طالما هي اللي عملته يبقى هي اللي تاكله بقى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك، ولو في كومنت برضو حلو كده يعني يسلم بقكم على الكومنت الايجابي اللي هتعملوه لي بقى ماشي يا حبايبي. ده اخر الفيديو كده، خلاص الرغيف بتاعها استوى خلاص اهو، وهي ان شاء الله باذن الله هتاكله. ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم في كل فيديوهاتي الجديده. اشوفكم على خير، مع السلامه. هتوحشوني ان شاء الله باذن الله للفيديو اللي جاي مع السلامه.